السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين يا رب. مرحبا بكم في لاشين ديالنا أسرة. اليوم ان شاء الله ندير معاكم حلوة صب الرشراج، وكل منطقة في الجزائر كيفاش يسموها. كاين اللي يسموها حلوة السكرفاج، كاين اللي يسموها المبروشة، دونك عندها عدة اسامي، وهذه الحلوة جزائرية وغنية عن التعريف. جبتها لكم اليوم بمقادير مضبوطة اقتصادية وطريقة تحضير جد سهلة في متناول الجميع. وهاد الحلوة كما تعرفوا يحبوها بزاف دراري، سيرتو مع قهوة العصر. نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. فوالا كيما راكي تشوفي انا استعملت هذاك الكاس كيلت به. اول حاجه ديريها، ديري 3 حبيبات بيض يكونوا من الحجم الكبير، سينو اذا كان البيض ديالك متوسط الحجم او صغير ديري 4 حبات. بعدها مباشرة ضيفي كاس سكر، الكاس يرفد 240 مليلتر هذاك اللي وريته لكم. وانا البيض ديالي كبير الله يبارك، دونك استعملت 3 حبات فقط. ومن بعد جيبي فوي، وإلا كان متوفر عندك الباتر احسن، ضربيهم مليح حتى تحسي هذاك السكر داب شويه، نقص الحجم ديالو والخليط يولي اللون تاعو يميل للابيض. حاب يقول خلطيهم مليح. بالنسبه للسكر، هو السكر تاع الحبيبات العادي ماشي سكر كلاص. بعدها ضيفي كاس زيت، نفس الكاس اللي كيلتي به السكر، مع ملعقه صغيره تاع لافاني. اذا كان عندك متوفر مبشور الليمون ضيفيه، يعطي ريحه بزاف شابه. فوالا هذه هي لافاني اللي شريتها هاد المره، انا مضريه نشريتها على الميزان، دونك كيما لقيت شريت هذه كيف بنت لي عندها نفس الريحه وطول. تجي داخل ساشي في هذيك لابواط. انا نحب توجور نوري لكم، كاين بزاف ناس يسقسيوني، دونك هكا باش تجيكم سهله كيفاش تشرو. خلطي مليح الزيت تاعك مع المكونات الاخرى اللي هي البيض والسكر، هكا باش تضمني ومن بعد ما يخرج لكش من العجينه. اذا ما كاش متوفر عندك الباتو عادي خلطي بالفوي، برك خلطيهم مليح حتى يندمجوا، هكا على قد ما تخلطي تضمني باللي ومن بعد ما يخرج لكش من العجين. بلا ما تنسي تضيفي رشه ملح. هاد زوج كيسان عندهم نفس الحجم، دونك على بها تشوفوني نستعملهم لي دو ميم طون، دونك كي كيل بهذا ولا بهذا كيف. دوكا نجوزو للفارينه. هي في كميه الفارينه على حسب النوعيه. انا استعملت في الاول حطيت 2 كيسان مع باكي ليفير شيميك. فوالا دونك بديت ب2 كيسان، نبدا نخلط. استعملي الفوي. دوكا هنا الا كنتي خدمتي بالباتور خلاص نحيه، جامي تخلطي الفارينه بالباتور. هكا بقيت نخلط ونشوف القوام حتى نتحصل على خليط يكون شويه متماسك، ثقيل على تاع المسكوتشو وخفيف على تاع الصابلي. هاد الحلوه تاع صب الرشراش ما تجيش العجينه تاعها ثقيله كيما تاع الصابلي، تجي شويه مطلوقه. فوالا دونك راني نخلط ونشوف القوام. انا خدت لي حوالي 2 كؤوس ونصف تاع الفارينه، قلت لكم هذا حسب النوعيه تروح لكم. الا درتوا هاد الكميه تاع المقادير تروح لكم حتى 3 كيسان تاع الفارينه. ودائما يا اختي نقول لك ونعاود لك، في الطياب ماشي لازم جودي بالموجود. مثلا انا راني نخلط بهذيك لابياس تاع الباتر، ماشي اوبليجي يكون عندك فوي، قادره تستعملي فرشيطه سينو مغرفه، دونك استعملي اي حاجه متوفره عندك، المهم النتيجه تخرج مرضيه. هذا ما كان. هذا هو القوام اللي لازم تحصلي عليه. ومن بعد نحي كميه من العجين على جهه، باش ومن بعد ان شاء الله نزيدوا لها فارينه ونربيوها من فوق. وتجيبي سنيوه ديالك، انا غلفتها بورق الطهي، اذا كان متوفر عندك ديريه، سينو ديري دهني سنيوه تاعك بالزيت العادي. فوالا ومن بعد ديري في يديك شويه الزيت وبدا يمشيها. لازم ضروري ديري الزيت سينو ما تمشيش تلصقلك في يديك، لانه العجينه هذه كما قلنا شويه مطلوقه.
بعد ما تبسطي العجين على سطح السنيوه وتسويه كامل، جوزي ديريكتومون لهذيك الشويه اللي خليتيها. ابداي ضيفي لها الفارينه بالتدريج حتى تحصلي على عجينه تكون متماسكه، لازم تكون شويه يابسه باش ومن بعد تقدري تربيها في السكرفاج. شوفي القوام تاع العجينه اللي تحصلت عليه في الاخير لازم يكون يابس شويه، راني نضغط عليها بصعوبه. ومن بعد جيبي كميه من المربى اللي هو الكونفيتير، اذا كان شاد روحو ما تضيفي له نيما زهر، قعدي غير بالتحريك المستمر حتى يطلق روحو. انا استعملت له هنا مربى المشمش، وانتي استعملي اي ذوق تحبيه ولا متوفر عندك في البيت. بالنسبه للناس اللي ما تحبش الحلاوه ديروا من 4 ملاعق كبار الى 6 ملاعق تاع الكونفيتير. انا نحبها كي تجي شويه مشربه ومشمخه. مشي المربى بواسطه ملعقه على كامل السطح، واذا ما درتيش ورق الطهي ما تلحقيش المربى حتى الحواف هكا باش ومن بعد ما يلصقلكش. خلي بين الحواف والعجين حوالي نصف سنتيمتر. ومن بعد جيبي سكرفاج، ياك سكرفاج فيه ثقوب هذوك العريضه ورقيقه. الوصفه تاع هاد الحلوه يديروها بالثقوب العريضه، كل واحد كيفاش يحب. اذا تحبيه يكون رقيق ديري بالرقيق. فوالا سكرفجي هذيك العجينه اللي كنتي خليتيها. كاين بزاف ناس عندهم مشكل ما ينجح لهمش الكاطو غير في الطياب. شوفوا كل فرن وطريقه الطياب ديالو، من الافضل ما تسخنيش الفرن تاعك بزاف، ديريه على نار متوسطه هكا تضمني يطيب لك كيف في نفس الوقت، ماشي لتحت طايب والوسط مازال ماشي طايب ومن فوق كيف. دونك ديريه على نار متوسطه وما تقلقيش، خليه يحمر لك بعقله. في الاخير بعد ما طاب لي الكاطو تاعي حبيت ندير له لمسه خاصه بيا، جبت شويه من المربى ودهنته ببانسو. فوالا بالنسبه للكميه ديري على حسب الحلاوه، كل واحد كيفاش يحب درجه الحلاوه. وكما عودتكم في قناتي يعني الصدق والمصداقيه، كنت قادره نغطي هذيك لابارتي اللي راهي طايبه بزاف، بصح فضلت اني نخليها ونشاركها معكم. كي العاده دائما نغفل وتتحرق لي شويه، الله غالب هذه هي حاله الام المربيه. بعد ما تدهني السطح تاعها بالمربى نروحوا للتقطاع. تحبي تقطعيها مربعات ولا مستطيلات. بالنسبه للمبتدئات اللي عندهم مشكل في التقطاع ننصحكم تشدوا طابع حطوه وتبعوا عليه تراسي وقطعوا، هكا يجيكم ساهل ويجيكم كاع بنفس الشكل والحجم. من الافضل يكون الطابع تاع الحديد هكا باش ما يهرب لكمش. هذاك جيست اكزامبل برك باش تفهموني. هذه هي النتيجه النهائيه تاع الكاطو تاعنا في صحن التقديم. ما شاء الله جاني بزاف هايل، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده. سلام.